انما ان حد هنا يجي يفتكر ان نادي الزمالك عزبة امه، لا، ده جاي وده رايح. بس يا ابراهيم، ده جاي وده رايح عشان ايه؟ عشان بقى ايه يعني؟ مهم. لا انا باقي عليه ولا باقي على وزارة الرياضة بتاعته، وبقول له يا اللي عاوز الحوكمة وعاوز الشفافية روح استقيل انت ووزارتك، عشان يبقى فيها حوكمة وشفافية في الانتخابات اللي جاية بتاعت مجلس النواب. اللي عاوز حوكمة وشفافية، ولا كل واحد بيتكلم من منظوره هو عشان يقعد على الكرسي، واللجان وده رايح وده جاي، كل الكلام ده لا مش عندنا احنا، مش هينفع معانا احنا. نادي الزمالك مصر على استكمال مسيرة كرة القدم، مصر على استكمال الانشاءات، مصر على استكمال كل ما يتعلق بالنادي. نادي الزمالك ما بيخافش ومش هيخاف. وراح وزارة رياضة وجم وزارة رياضة، انما نادي الزمالك قاعد. وراح رؤساء لنادي الزمالك وجي رؤساء لنادي الزمالك، انما نادي الزمالك قاعد. صعلقة ومراهقة مش هتنفع مع نادي الزمالك. اذا كان فاهم ان الناس اللي بتزين له الامور زي اللجنة اللي هو بعتها لنا بتاعت العضوية اللي فحصت 17,000 عضوية ما لقيتش فيهم حاجة، راح عايد تشكيل اللجنة تاني علشان يفحصوا بقية ال 45,000 عضوية. تعال افحص، انا ما قلتلكش ليه. ثم ثانيا الناس الصحفيين اللي هنا اللي شابوا زي دردير وزي اللي قاعدين اللي هو علي بركة والناس دي، هم ما يعرفوش انه ساعات بيعينوا لجنة من مديرية الشباب قبل الانتخابات ب 45 يوم بتشرف على كل حاجة. ما فيهاش حاجة يعني، ما فيهاش حاجة. انما قضية ان انت تعتقد ان انت هتذل نادي الزمالك، او تعتقد انه عملية ان انت تحت ارهاب من البعض علشان تعمل كده في نادي الزمالك، اسف، لا انت ولا اللي راحوا لك وهددوك وقالوا لك هيقدروا يعملوا حاجة في نادي الزمالك. ده اللي انا بحب ان انا اوضحه. مفيش دبلوماسية في كلامي، ولن يكون هناك دبلوماسية في كلامي. وانا ورا هذا الرجل، يا اما يمشي من الكرسي اللي هو فيه ده مين ده اللي يقدر ياخد بعد اذن حضراتكم هذه المخاطرة بالنسبة للبعد الامني؟ مين ده؟ مين ده اللي يجي النهارده عشان يقوم علينا الجماهير ويقوم علينا العسكرة؟ مين اللي يقدر يعمل ده؟ احنا ما بنصدق بيتك بيتك بيتك، هنيجي نعمل كده؟ هل مصر النهارده مستعدة ان مظاهرات تجوبها علشان افندي بيراهق